السلام عليكم يا رفاق، اتمنى ان شاء الله تكونوا بخير. معلش هانت خلاص، احنا متعودين من شهر 11 على فيديو كل شهر، ولكن الشهر ده مميز، الشهر ده رمضان. كل سنه وانتم طيبين. بقالنا مع بعض 5 شهور. اتمنى ان انا اكون افدتكم وسبت فيكم اثر كويس، وافدتكم ولو بقدر بسيط، بس اتمنى فعلا ان انا اكون سبت فيكم اثر كويس. دي اكتر حاجه انا عاوزاها بصراحه. ان شاء الله بجد الفيديو ده مهم جدا، وكل نقطه فيه يعني زي ما بيقولوا كده حطها حلقه في ودنك. كل نقطه في الفيديو ده لازم تحطها حلقه في ودنك وتفتكرها كويس جدا. ويلا بينا. شهر 4 يعني خلاص المناهج قربت تخلص، إن لم تكن خلصت فعلا، وإن ما خلصتش هتكون شوية هوامش كده بسيطة، والمراجعات بدأت. ومعنى كلمة مراجعات يعني أصل ثانوية عامة اللي بجد هو بالمراجعات، هو ده الفرق الحقيقي للثانوية عامة، هو تكون المراجعات. والفيديو القادم إن شاء الله هيكون عن جداول المراجعات اللي سألتوني عليها مليون مرة. إن شاء الله الفيديو القادم هتكون عن إزاي أعمل جداول المراجعات، وحقيقي هو ده يعني هي دي خلاصة ثانوية عامة بتلخص في الجداول اللي أنت لازم تعملها دي، وبجد مهمة جدا جدا. ومعلش الدنيا تبقى ضغط عليك شوية، استحمل واتعب شويه. انا بحب الجمله دي جدا من دكتور ابراهيم الفقي لما بيقول لما توصل اللي انت عايزه وتبص وراك وتقول ياه انا تعبت قوي، انا استحق، انا تعبت قوي، انا فعلا استحقها. افتكر كم مره كنت تعبان قبل كده، وكم مره مر عليك حتى لو تعب جسدي او حتى لو تعب نفسي قبل كده ايام زمان، والحمد لله التعب ده راح واتنسى مع الايام ومع الوقت، ومفضلش منه غير ذكرى. هي دي بالظبط ثانويه عامه. انت هتتعب قوي، بس في الاخر اما تيجي توصل قول يا انا استحق. هتبص وراك على الرحله الطويله دي قول يا ده خلاص عدت، ما عادش منها فعلا الا الذكرى دي. فمعلش الدنيا بتضغط عليك شويه، ولكن في يوم من الايام اما توصل او لما تخلص ثانويه عامه هتبص وراك هتفضل مجرد ذكرى ولا عابره كده في حياتك. تاني حاجة، ما تحكمش على مستواك في الامتحان من دلوقتي. مفيش أي حاجة أصلا تقدر تحدد مستواك في الامتحان من دلوقتي. أنت لسه بتراجع وهتراجع، لسه بتحل وهتحل كمان. أنا كنت دايما بقول يعني في كل الفيديوز بتاع المراجعات، بالأخص كان فيديو الكيمياء، كنت بقول ان انا كنت كل يوم كنت بغلط، وكل يوم كنت بغلط، وكل يوم كنت بنهار، وكل يوم مش عارفه ايه، وفي النهايه الحمد لله النتيجه كانت اكثر من مرضيه. فعايزه اعرفك ان فعلا يعني هي انت بتفضل تحاول 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 لحد ما ان شاء الله في يوم من الايام هتوصل. سمعتها من دكتور ابراهيم الفقي، وحقيقي والله حصلت معايا وحصلت قدامي وبشوفها كتير جدا، ان النجاح المتزن احسن بكتير من النجاح السريع. احنا محتاجين نغير نظرتنا عن الفشل. الفشل ده هو الحاجه الوحيده اللي بتقودك للنجاح الحقيقي فعلا. انك توصل بسرعه وتحل مثلا اول مره الحاجه وتوصل لها بسرعه ايا كان الحاجه اللي انت بتعملها، بس لما تيجي توصل لها بسرعه حتما هتيجي في يوم وتقع. لكن لما تفشل كتير وتفشل كتير وتغلط وتحاول وتحاول وتفشل وتحاول 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 لحد ما توصل لحاجه معينه، بجد هو ده بيكون النجاح الحقيقي، النجاح اللي نابع فعلا من الفشل. احنا محتاجين نغير نظرتنا للفشل، ان هو ده الطريق اللي بيقودك للنجاح. واهم حاجه فعلا ان في الامتحان بيكون في توفيق اصلا من ربنا معاك، فما فيش اي حاجه تقدر تحدد مستواك ابدا. حتى لو كنت بتحل ليله الامتحان نفسها حتما بيكون في حسابات تانية بتاعه ربنا. تالت حاجه في فيديو ازاي نذاكر لرمضان، انا كنت قلت لكم ان انا شلت حاجات كده معينه من الفيديو عشان الفيديو كان طويل جدا، بس اقولها لكم ان شاء الله. وكنت اقصد اقول لكم بدايه الشهور دي اللي هي دي يعني، وخصوصا احنا لسه داخلين على رمضان. فالمهم جدا يا جماعه بجد ان انتوا تهتموا بصحتكم. لازم تهتموا بصحتكم. انا صحتي خدعتني كتير جدا، وكنت بتعب كتير جدا، وكنت ما بذاكر ولا تعبانه، وده كان غلط كبير جدا. انا صحتي بجد هي اللي خدعتني في مواقف كتيره وفي الامتحانات وفي كل حاجه. لازم حتما ان انتوا تهتموا بصحتكم. لو بتشتكي من حاجه او بتفكر حتى انك تشتكي من حاجه لازم تصلح الموضوع ده، ولازم تهتم بصحتك لابعد حد ممكن. وكمان عايزاكم تجيبوا حبوب اوميجا 3 تاخدوها مثلا بعد الفطار. الحبوب دي بتساعد على التركيز. انا مش عايزه اقول لكم مثلا حبوب فيتامينز معينه وما تلاقيش عندك نقص في الفيتامين ده فنعمل مشكله. جيب اوميجا 3 اللي بتساعد على التركيز، وبجد يعني هي حلوه جدا وهتساعدكم فعلا. فحبوب اوميجا 3 بعد الفطار دي هتبقى كويسه. وصحتك اهتموا بيها. انا صحتي بجد كانت اكتر حاجه يعني، مش عايزين نتكلم كتير في الموضوع ده. ملحوظه برضو تانية في فيديو رمضان لما قلت ان انا كان ممكن اكمل مذاكره لحد المغرب كمان، وقتها مش بكون صاحيه الفجر، وقتها مش بكون صاحيه الصبح. وقلت ان انا ندمت اشد الندم على الحركه دي، ان انا ما كنتش يعني لا شقلبت نومي في اخر رمضان. لان زي ما انتم عارفين قلت لك كتير ان امتحاناتنا الصبح. فبجد كان وانا من النوع اللي مش بينام بسهوله ومش بيظبط نومه بسهوله. فبجد كانت اكتر حاجه غلط. تاني اكتر حاجه غلط عملتها في حياتي في ثانويه عامه هو ان انا شقلبت نومي. فما تعملوش كده بجد. طيب لو انت مش قادر تذاكر بعد الفجر مباشره، يعني مشيت على النظام اللي احنا قلنا عليه وما قدرتش تذاكر بعد الفجر مباشره، انا كنت صايمه وعملت الحركه دي بجد فرقت معايا جدا. صلي اتسحر عادي وصلي الفجر عادي، وبعد كده لو انت حاسس انك عاوز تنام ممكن تنام ساعه وتعمل منبهك وتصحى بعدها بساعه. ممكن تصحى الساعه 7، ده يعني ده كويس جدا. هي مجرد ساعه بس كده، او تقوم بعدها برده ممكن تلعب رياضه 10 دقائق. الرياضه بتفرق جدا وبتنعنشك جدا. انت ممكن مثلا بعد الفجر تلعب رياضه، هي دي هتحركك وتفوقك وهتخليك قادر انك تذاكر من غير حتى ما تنام الساعه دي. فدي من الحاجات اللي ممكن تفرق معاك لو انت مش قادر تصحى الفجر او مش قادر تذاكر بعد الفجر. دي هتفرق معاك جدا.
يبقى انت كده في رمضان يعتبر عملت كل حاجه، نمت بالليل ودي اهم حاجه بالنسبه لنا، اتسحرت وصليت الفجر وصليت قيام الليل قبل الفجر تصلي، يعني ممكن تصلي قيام الليل ده قبل اللي هو قبل السحور، وصليت التراويح اللي احنا عاملين حساب التراويح في الجدول بتاع رمضان بتاعنا، وذاكرت كمان فوق كل ده، فانت كده ماشي صح الصح وعملت كل حاجه احنا عايزينها، وفي نفس الوقت نومك مظبوط، ان دي اهم حاجه ان نومك يتظبط، علشان الامتحان يا جماعه محتاج تركيز قوي، ارجوكم ده الامتحان انتوا بتذاكروا له 12 شهر ولا 11 شهر، فنركز في نقطة النوم دي بالذات. خامس حاجة اعرف ان دي طبيعة الدنيا، تخبيط وسعي من اجل حتمية وصول حاجة معينة، وتخبيط وسعي تاني من اجل وصول او حتمية وصول حاجة معينة تانية، وهتفضل كده حرفيا طول حياتك طالما ان انت عاوز تحقق حاجة. الراحة لا تدرك بالراحة، يعني ابن القيم كان يقول ان الراحة لا تدرك بالراحة، بل بالعكس ان الراحة دي يعني هي سر التعب، يعني الراحة دي بجد هي بتبقى سر التعب. فمن ابتدائي الاعدادي للثانوي للجامعه لبعد الجامعه وطول حياتك كلها اعرف ان هو ده الطبيعي بتاعنا، فخليك رحيم بنفسك، يعني خليك رحيم بنفسك، ما تجيش عليها وما تهلكهاش، مش كل مثلا انت عايز تعيط مش مشكله عيط، بس مش كل يوم تيجي تقهر نفسك وتيجي عليها. وعادي انا جايز ما اكونش اشطر حد في الدنيا، بس مبسوط ان انا بحاول، مبسوط ان انا بقدم حاجه، مبسوط ان انا اكيد في يوم من الايام هوصل لحلم ما، ده حلمي وده مكتوب لي وده بتاعي، ده الحلم اللي هوصل له، اللي المفروض احققه في حياتي. عادي جدا، ولما اجي ابص لحد افتكر ان انا ما احقدش عليه، بل بالعكس ربنا يعطيه ويعطيني كمان، اللي هو ربنا يديله وانا كمان اجتهد عشان ربنا يديني. سادس حاجه، انت من فتره للتانيه محتاج تقعد مع نفسك وتفكر نفسك انت بتدور في الرحله دي ليه، هو انت ايه اصلا هدفك، انت موجود اصلا او مخلوق ليه؟ طبعا احنا عارفين ان احنا كلنا مخلوقين للعباده، ايوه مخلوقين للعباده، وكمان رضا الوالدين وان انك تقدم حاجه لمجتمعك. طبعا هيقول بحد يتكلم دلوقتي خلاص انا مخلوق للعباده هقعد بس اصوم واصلي واعمل مش عارفه ايه، حابب اقول لك ان المؤمن القوي خير واحب عند الله من المؤمن الضعيف، يعني وعمرك في حياتك ما تبقى قوي الا بالعلم، مفيش امه في العالم اجتمعت ولا تقدمت الا بالعلم، مفيش انسان في العالم قدم حاجه الا ما هو كان اتعلم وذاكر واجتهد وتعب واشتغل على نفسه. من الاخر فاعرف ان انت كمان في مذاكرتك دي عباده، يعني هتقدم حاجه للمجتمع، هتقدم حاجه لنفسك، هتكون ليك قيمه، يكون ليك هدف. اعرف ان الثانويه عامه على فكره هي بدايه طريق، والله هي بدايه، انت فاكرك ان هي ممكن تكون نهايه، ولكن هي بدايه لحاجات تانية كتير، بدايه لنجاحك انت، بدايه لتكوين شخصيتك، وبدايه لتكوين النضج الشخصي بتاعك، انت فعلا هتنضج اكتر وهتفهم اكتر. ففكر نفسك من فتره التانية انت موجود ليه، فكر نفسك بحلمك طول الوقت، فكر نفسك بحاجات كتير، ما تخليش امور الدنيا ولا الاكتئاب ولا اليأس ولا الاحباط يشوش تفكيرك وعقلك عن هدفك وحلمك الاساسي اللي انت عاوز توصل له من الاول اصلا. سابع حاجه افتكر ان ثانويه عامه على فكره مش محتاجه طالب تنين، مش محتاجه طالب ما فيش منه اتنين وجاي من 24 ساعه قاعد بيذاكر، مش محتاجه كده خالص، محتاجه طالب عادي هادي واثق من ربنا ثم واثق بنفسه ان هو في ان شاء الله في يوم من الايام هيوصل، وعادي وبياخد بالاسباب ومشي عادي جدا، ومش بيقارن نفسه ومش بيجلد ذاته على طول، وكمان عارف ومتيقن ان هو لو في يوم وقع ده الطبيعي عشان هو انسان، هو استيل انسان مش ملاك، مش ملاك الرحمه، مش هو كل يوم هيكون انت جيت تذاكر من 8 ل 10 ساعات واكتر من 10 ساعات كل يوم، لا طبعا. فلما يجي في يوم ويقع هيفكر نفسه بحلمه وهيقف تاني مرة تانية وهيراجع حساباته، ولو انهك خالص والدنيا جت عليه هياخد نفس يوم بريك ويحاول يكون اقوى كمان من الاول. ثانوية محتاجة طالب عادي هادي واثق من نفسه، خليك واثق من نفسك كل يوم، بص زود ثقتك من نفسك كل يوم، حاول من الاخر صدق حلمك، صدق حلمك ويعني خليك مصدق انك في يوم من الايام هتوصل. انت لو خدعت نفسك بكلام، الكلام ده في يوم من الايام هيتحول لحقيقة، انت لو خدعت نفسك قعدت تقول نفسك كلام ايجابي، الكلام ده في يوم من الايام هيتحول لحقيقة، وكذلك لو قلت نفسك كلام سلبي، الكلام السلبي ده للاسف هيتحول لحقيقه، اصل البلاء مقدر بالمنطق، بالنطق بتاعك اللي انت بتقوله. اخر حاجه معانا افتكر الجمله دي دايما كانت والدتي بتقولها لي، ان ثانويه عامه حرب نفسيه، هي قائمه على حرب نفسيه، اي نعم انت ممكن تكون متعثر شويه في الحل او متعثر شويه في الدراسه، ولكن هي الاكبر والجانب الاكبر منها انها حرب نفسيه، هي سنه دراسيه زي اللي عشتهم قبل كده، زي اولى ثانوي او ثانيه ثانوي، ويا جماعه بجد نتيجه اولى ثانوي وثانيه ثانوي ملهاش اي علاقه بثالثه ثانوي، بجد هي بتكون حاجه منفصله عن كل حاجه، ما بتبقاش لها علاقه باي حاجه خالص، بس سواء كنت اديت كويس او اديت وحش هي كده كده ملهاش علاقه، فبجد هي قائمه على النفسيه اكتر من اي شيء. فالطالب اللي بجد اللي بيكسب في النهايه بيحاول بقدر الامكان يكون هادي، مش هادي قوي عشان حقك انك تتوتر وحقك انك تخاف شويه، ولكن افتكروا كل كلمه قلتها في الفيديو ده، وبجد كل كلمه مهمه جدا، وكمان اتصوروا كتير وما تنسوش بجد تصوروا كتير عشان بعد كده هتعرفوا ان كل حاجه بتمر بروعه وجمال تدابير ربنا سبحانه وتعالى. وبس كده خلص الفيديو بتاع النهارده، اتمنى كل كلمه قلتها تحطوها حلقه في دماغكم زي ما قلت اول الفيديو، لانها فعلا مهمه، واكيد هتقابلكم ان شاء الله في الايام الجايه، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، باي باي. حطوا اللايك عشان انا نسيت احط اللايك
يعني قبل باي باي بقول حطوا لايك واشتراك لو مش اشتراك، لو سبسكرايب يعني، وسيبوا لنا رأيكم في كومنت. باي باي بقى تاني.